تعال أقول لك بعد كمية الصفقات اللي النادي الأهلي هيبرمها في خلال الموسم الشتوي أو الصيفي، للأسف هيعمل أكتر من 5 صفقات. ال5 صفقات دول بيتهيألي كده يعني إن هم هيخلوا الأهلي جايين عشان هم ينافسوا كأس العالم للأندية وكأس انتركونتيننتال. طيب، مين هي الصفقات اللي الأهلي هيبرمها؟ وفي فيديو تاني بعديه بشوية هيبقى نادي الزمالك خلاص في صفقات الأهلي خلصها فعلا، يا بس واقفة على رتوش. في صفقات تانية الأهلي لسه ما خلصهاش واحنا برضه هنتكلم عليهم. وفي مهاجم مفاجأة خلاص، هي مفاجأة. هو مهاجم مش مصري لكن محترف في الدوري المصري، مفاجأة وتونسي. طب مين هو مين هي تشكيلة النادي الأهلي بقى اللي تبقى الموسم القادم؟ في حراسة المرمى معاك مصطفى شوبير، والباك اليمين معاك محمد هاني أو عمر كمال، أنا آسف. قلب الدفاع زين الدين بالعيد، تاني اللي جنبيه على طول ياسر إبراهيم. باك الشمال معاك يحيى عطية الله. نص الملعب إمام عاشور ومروان عطية، وكمان معاك هيبقى أكرم توفيق. في الهجوم معاك وينج شمال حسين الشحات، وينج يمين بيرسي. وفي الهجوم فخر الدين بن يوسف، وده المهاجم اللي انا بقول عليه. الان تواصل مع اداره نادي المصري عشان ياخدوا فخر الدين بن يوسف، وكمان عايزين ياخدوا دهموم مهاجم الجزائر او الوينج الجزائري. فنتمنى نوده في السوبر الافريقي عشان الصفقات نادي الزمالك هتبقى موت موت موت.